هندور وندور ونلف السبع بحور ونجيب لكم قصص من الخيال. هندخل مع أصحابها ونعيش جواها. بس قبل ما نبدأ ونقول يلا بينا نصلي على الرسول. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كانت سمر طفلة بتعيش مع والدها ووالدتها في مزرعة خضرة وجميلة. كان والدها بيزرع ويسقي ويحصد وينظف الأرض، وكانت والدتها بتهتم بالحيوانات وتنظف بيوتها وتملأ أوانيهم بالمية والأكل. وفي يوم طلبت الأم من سمر إنها تساعدها، لكن سمر كانت مش بتحب الحيوانات وكانت دايما بتأذيهم. فكرت سمر في فكرة، حطت سمر الفلفل في طعام الأبقار وحطت المية السخنة للأغنام، وقعدت ترمي الفراخ بالأغصان والحجارة الصغيرة. وفي المسا لاحظت الأم إن الأبقار صحتهم مش كويسة، بعتت للطبيب. وأول ما جه طبيب الحيوانات عرف إنها أكلت شيء غريب. اعترفت سمر لوالدتها إنها حطت الفلفل في أكل الحيوانات، وكمان حطت المية السخنة للخرفان. وكانت فرحانة وهي بتشوفهم بيصرخوا من سخونة المية اللي شربوها. والفراخ كمان كانت بتجري وهي خايفة من الحجارة اللي رمتها عليهم. قالت سمر أنا مش بحب الحيوانات، دي مزعجة وتعذيبها بيسعدني. زعلت الأم من سمر وقالت بما إنك مش بتحب الحيوانات وبتحب تأذيها يبقى لازم ما تاكليش من خيرها. قالت سمر أنا مش محتاجة ليها ومش هاكل من لحمها أبدا. وفي صباح اليوم التاني وعلى ترابيزة الفطور كان الكل قدامهم الزبدة والجبنة والحليب والقشطة والكحك والبيض، إلا سمر قدامها الخبز بس. قالت سمر يا أمي الخبز مش هيكفيني. قالت الأم لكن انت مش عايزة خيرات الحيوانات، خلاص كلي الخبز بس. بعد شوية حبت سمر إنها تخرج فلبست الجاكيت الصوف. قالت أمها لا يا سمر اخلعي الجاكيت لأنه مصنوع من صوف الغنم وانتي مش عايزة خيرات الحيوانات. قالت سمر الجو بارد جدا يا أمي. قالت الأم ممكن تفضلي في البيت لو مش قادرة تتحملي البرد، لكن لازم تقلعي الجاكيت. وبعد العصر قعدت الأسرة كلها علشان تشرب الشاي. قدمت الأم كعكة لذيذة ليها ريحة جميلة. جات سمر بسرعة علشان تاخد منها حتة، فقال والدها انتي مش رفضتي أكل خيرات الحيوانات؟ اسألي أمك من ايه صنعت الكيكة الجميلة دي. قالت الأم الزبدة من البقرة والبيض من الدجاج، ومن غيرهم عمر الكعكة ما هتبقى لذيذة. قعدت سمر تبكي وجرت وحضنت والدتها وقالت لها أنا فهمت الدرس يا أمي، وعرفت إن الحياة تكافل وكل مخلوق محتاج اللي حواليه، ولازم إني أتوقف عن أذية الحيوانات علشان نستنفع باللي بتدهولنا من خيرات. حضنت الأم بنتها وقعدوا كلهم ياكلوا
من الكيكة اللذيذة. وكده خلصت قصتنا. هتوحشوني جدا من النهاردة لحد القصة الجاية. بحبكم جدا في الله. مع السلامة في يوم جديد وقصة جديدة إن شاء الله.